قال ابو خالد عين ابدا وفي وين بختم قدرة الفكر لا تكفي لجرح الرواية إن عبرت تعبيري على الفكر مؤلم وإن حاولت أجيد الصمت مالي وقاية غابت الشمس من عين السعادة مراسم جرحي يا قلبي المجروح ما له حماية باس المكانات هلنا الأخت والأم مدرسة جيل بل قدوة عظيمة وغاية شيلة بعنوان غابت الشمس كتب كلماتها الأخ صالح الضبيع من أهالي قرية القايمة مديرية دمت محافظة الضالع وهي مرية في الذكرى الثانية على فقدان كريمة تغمدها الله واسع رحمته وتحكي وتعبد ما فيها من أداء والحان الشعر المشوق به. قال ابو خالد اين ابدا وين وين بخدم قدرة الفكر لا تكفي لجرح الرواية إن عبرت تعبيري على الذكر مؤلم إن حاولت أجيد الصمت مالي وقاية الله يسأل الناس عن حالي أنا لست عالم ما هو ماذا وكيف أبدأ وعين النهاية ضاقت الأرض من حولي على جو مظلم كن نفسي حبسها الموت والروح الحياة هكذا كان الاستقبال بالحزن جازم لتعودت يلقابني فقدت احتفالات غابت الشمس من عين السعادة مراسم جرحي يا قلبي المجروح ما له حماية أم بعث المكانات لنا الأخت والأم مدرسة جيلي بلقيت وعظيمة وغاية جدد الحزن في قلبي ويجمع علم وصلت البلد والأخت معي معايا حن يا قلب أبو خالد ولا لوم لايم من فقد خيرات أحلام يظل الهداية عام عشرين بعد 2000 عام العزايم في 17 من زمان الرواية أعلم الطب في الساعة المعنية علم صارم كانت الصدمة الكبرى كوتني كواية العزيزة تودعنا وداعت تؤلم بعد 7 من الأيام تحت العناية ما توقعتها ترحل ولا الموت يقدم ولا كان في الحسبان هذا النهاية كان ذي القصد فترات حجز صحي مسلم ليش الموت تجعلنا مع الحزن راية انتظاري لها بيلفة الشوق ظالم شبت النار فحشائية وتهاجي واية لو لها فدوى بفدائها بنفسي وقدم كل ما تطلب يا الموت مني يا بايا لكن الأمر للموت عالي وأمره متمم ما يراجع على يمه ولا الحماية مرتضي بالقدر لله بالشكر نجزم رغم الإيمان ما صدقتك إني دعاية بيض اللي لها مقدار بالقلب قايم والوفاء عندي ما ننساه زود اعتلايا يبقى أولادها عندي كما كانت الأم كنا عاد أمهم في دنيا المكر حياة هكذا حالها الدنيا بها الشد والسم ما لها وجه
على فضل حقك هواية الله كنت أظن الوفاء يبقى ذي الناس دايم ما توقعت إن به ناس تنزل العاية سنة الله في خلقه لكل العوالم لملامه لمن ترمم لسنه وآية آخر القول بشرى بخلق صليت واختم ألف صلي على طه نبي الهداية